الحين نجينا نديروا واحد الفطائر ولا سندويشات صيفيه بطريقه جد بسيطه ويجوا بنان وخفاف. نبدا بالعجينه، نبدا بسم الله على بركه الله. حكمت لي ريسيبيون ديالي، درت فيه 3 كيسان تاع الفرينه، الكاس الاول والثاني، ودوك نزيد الثالث. ندير مغرفه صغيره تاع الملح، غرفه تاع خميره الخبز، غير نص مغرفه صغيره. ندير مغرفه تاع السكر، مغرفه تاع السكر، داليفيغ شيميك تاع خميره الحلوى. نخلط هاد النواشف، نزيد 2 مغارف تاع حليب لحظه او حليب مجفف، نخلطو مليح باش يعطينا هذيك الطراوه الفطائر تاعنا. ولا ما عندكش الحليب المجفف ولا حليب لحظه، تقدري تطميه بالحليب عادي تاع الشكاره. ندير 5 مغارف تاع الزيت، بسم الله. 1 2 3 4 5. نخلط هذاك الزيت مليح مع الفرينه، ودوك نطمو بماء دافي. نخلط مع الاول بالملعقه، كي تجي تحكمني نستعمل يدي حتى نتحصل على عجينه تكون طريه، ما تكونش يابسه ما تكونش طريه بزاف. كما قلت لكم دوك نستعمل يدي باش نشوف القوام ديالها. تحصلت عليها ما كنتش ندير، نديها ونجيبها واحد دقيقه ولا دقيقتين حتى نحسها باللي رطابت لي. ومن بعد هذه كيفاش رجعت لي رطبه، نغطيها ونخليها ونحضروا الحشو مع بعضنا بحول الله. في الحشو حطيت المقله تاعي، حطيت فيها 3 مغارف تاع الزيت، نحط فيها حبه تاع بصل، نحط فيها حبه تاع فلفل، نحط فيها نص صدر تاع الدجاج، زوج حبات طماطم نحيت لها الزريعه والقشره تاعها، عندي هنا 3 سنينه تاع الثوم، نحط كميه تاع الملح، رشه تاع فلفل الكحل، رشه تاع كركم، مغرفه صغيره تاع كري، ونخلي هذا واش ندير لي زيتيز، ونغطيها ونخلي الدجاج والخضره تاعي يطيبوا. يعني كيما راكم تشوفوا ما درت لا حتى قطره تاع الماء، طابت كلش طاب فيه ماء. هاولي كنشوف لي كامل من الماء، نطفي عليه ونعاودوا ليه الفطائر تاعي 10 دقائق. شوفوا كيفاش رجعت لي، زاد طلعت روحها مليح مليح. ما نخلوهاش يعني تخمر بزاف. دونك واش ندير فيها، واش ندير لها هكا كوايرات صغار، الحجم اللي يحبيتوه ولا على حسب المقله تاعكم. نكورهم كامل، نحكم ساشي ونغطيهم باش ما يديرولناش هذيك القشره. نحكموا بالوحده، نرشوا البلان طرافاي تاعنا بالفرينه ونبدا نحل فيها رقيق. هذيك هي على كل حال ما تلصق مع حتى حاجه. ها نحلوها مليح. بعد ما حليتهم كيما راكم تشوفوا، دوك نحطهم كامل، نحلهم كامل على ضربه، ومن بعد نطيبوهم مع بعضنا بحول الله. ونبدا دوكا نطيب فيهم. غنشوف داروا فوق عاد ما خليهمش حتى يحمروا لي، نقلبهم معكم يعني ما نزعش لا فيديو حتى نوريكم كيفاش يطيبوا. غنشوف بداو يديروا هكاك الفوق عاد كيما راكم تشوفوا. هاكم تلاحظوا نبدا نقلب فيها. هذيك خليها تطيب مليح. هذيك نبدا كيما قلت لكم نقلب فيها، نطيب لهم كامل بهذه الطريقه ونرجع لكم بحول الله. نشوفوا كيفاش تطيب. حطيتهم في الساشي. دوك نحكم بالحبه، ندير فيها هنايا شويه تاع فرomاج نمسحو كامل على الخبزه ديالي. نزيد ندير هذيك لافارس اللي طيبت تاع الدجاج والفلفل والطوماطيش. كنت انا قريت هنايا شويه تاع البطاطا، واحد 3 حبات حتى 4 حبات تاع بطاطا. واخر حاجه نديرو فرomاج غابي كامل فوق البطاطا. نقلب نحاول نسقمها ونقلب الفطيره تاعنا هكا، نحاول نضغط عليها
بهذه الطريقه. دوك حطيت المقله تاعي، حطيت فيها مغرفه تاع الزبده، ودوك نبدا نطيب فيهم. ودوك نديرهم كيما راكم تشوفوا كيما قلت لكم حتى يطيبوا لي من الجهتين. نكمل نطيبهم كيما راكم تشوفوا، ومن بعد نقدم لكم في صحن تقديم بحال بها. تاعنا وجدونا في دقيقه وجاو خفاف يعني ما شاء الله. شوفوا كيفاش جاو، شوفوا كيفاش جاو خفاف وبنان ما شاء الله. شهيتكم في الجنه حبيباتي. ان شاء الله تجربوهم بهذه الطريقه البسيطه والبنينه. ما تنسوش تدعموني، ديروا لي جيم، متابعه القناه، تفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد ولا وصفات اخرى بحول الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.